اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. ازيكم يا حبايب قلبي يلا قاعدين في قلبي ومربعين انتوا؟ النهاردة بقى مشتريات شهر 12 بالاسعار وبتقسيمة فراخ كده. هتاكلي طول الشهر هناكل فراخ واسماك. تمام، مش هنعدي يوم من غير اكل فراخ او اسماك. وتعالوا اقول لكم على اسعار الحاجات اللي جبتها، وكمان هنخزن ايه لرمضان. تمام، تعالوا نشوف النهارده الاسعار بتاعتنا. كانت روعة، اسعار حلوة وفي متناول الجميع. تمام، النهارده يا بنات انا قلت الفكرة ديت هعملها عشان اوفر لرمضان، ما يبقاش في رمضان ميزانيته تقيلة عليا. هعمل ايه النهارده؟ هقول لكم هعمل ايه، بس قبل ما نبدأ الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما تنسوش يا بنات لايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. وما تنسوش طبعا التعليقات بتاعتكم اللي دايما بتساعدني. تمام، النهارده بقى خدت العجله بتاعت السوق ونزلت على السوق واجزت مروان ابني الصراحه من المدرسه. قلت له اقعد من المدرسه النهارده عشان انا هجيب حاجات كتير ومش بقدر اشيلهم لوحدي، او مش بقدر اجر العجله بتاعت السوق لوحدي. فقلت له لا، اقعد من المدرسه النهارده عشان نجيب الحاجات ديت كويس. بس كنت هعمل لكم كمان فيديو ان انا احط كرتونة كده رمضان، بس قلت لا لا لا، هو لسه بدري والمفروض لسه بدري، بس انا لا، انا قلت هشيل بس كل حاجة كده عشان يبقى فيديو كرتونة رمضان ده لوحده. بس قلت كل حاجة جايبة منها كتير هشيل منها حاجة. تعالوا هنشوفها ان شاء الله في الفيديو ده. فكرة اقتصادية ان انت ازاي تجيبي برضو مشتريات الشهر وهتوفري منها كمان لرمضان. تمام، النهارده بقى انا نزلت جبت في 4 فرخات، وهقول لكم طبعا على التقسيمه بتاعتهم في الفيديو. جبت 4 فرخات، الفرخه كانت ال4 فرخات كانوا عاملين 600 جنيه. 4 فرخات كانوا عاملين 600 جنيه. تمام، وجبت كمان كيلو ونص. لا انا ما بصي انا ما اعرفش الكيلو. هو الكيلو كان عامل 75، انا جبت 7 سمكات كانوا عاملين 150 جنيه، 7 سمكات. وكمان جبت طبقين لحمة مفرومة كانوا عاملين ب120 جنيه. تمام، كانوا الطبقين كانوا عاملين 120 جنيه. دي اللي كده اللحوم. وجبت قالب السمنة اللي هو الكريستال ده كان عامل 125. تعالوا بقى، انا نضفت الفراخ طبعا وقسمتها التقسيمة القمر دي. قسمتها ازاي؟ انا قطعت الفرخة الوركين، قطعتهم على 2، طلعت اللي هي الصفائح دي لوحدها ودبابيس الفراخ لوحدها. طيب انت هتقسمها ازاي؟ طبعا التقسيمة انا بقسم على 6 افراد، بس بحط مناب زيادة. يعني انا في كل طبق ده 7 قطع، كل طبق من اللي انا بوريهولكوا ده 7 قطع. تمام، الصدور دي انا بشيلها بخزنها صدور زي ما هي كده. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم ليه. ودي كبد القوانص بتاعه الفراخ. بشيل الصدور ديت لوحدها كده عشان انا من ساعات عيالي ما بيرضوش ياكلوا البانيه، فاعملها لهم ايه اللي هي الناجتس، او بعملها لهم اللي هي ستريبس. ساعات بيحبوها اكتر من البانيه. انا لو قطعتها كلها بانيه مثلا او قطعت نص ونص، هيجوا وقت البانيه يقولوا لي لا احنا عايزين ستريبس، او هيجوا وقت الستريبس يقولوا لنا عايزين بانيه. فانا بطلع الصدر الاول واقول لهم انتوا عايزينه ايه، يقولوا لي بانيه اقطعه بانيه، يقولوا لي انا طبعا انا اللي بخلي حاجتي بخلي الحاجه. اول ما بسألهم انتوا عايزين ايه فبطلع على قد اللي انا هعمله. طبعا صدرين، هعمل بانيه هطلع صدرين، هعمل ناجتس كده هطلع صدرين برضو او صدر على حسب الايه اللي هم هيطلبوه مني. تمام، والدبابيس برضو انا عاملاها 7 قطع عشان تكفينا لو حد جه فجأة، لو حد عايز مناب زيادة يبقى معايا مناب زيادة. تمام،
طب انا طلعت دلوقتي 7 صفائح، 7 دبابيس، آه وسبع كتاف، تمام، و4 صدور. هيتفضل معايا كتف، وهيتفضل معايا ورك، تمام. دي بقى انا كنت عايزه اقول لكم ان ديت الجلد بتاع الصدور ده انا مش برميه يا جماعه، انا بحوشه عندي في الفريزر لحد ما يتحوش عندي كميه مثلا حلوه. بعد كده بعمله اللي هو الايه الممبار الكداب اهو. بقول لكم هنا بقى معايا كتف وورك، دول برضو بشيلهم كوجبه كده. ممكن اعملهم شاورما، اسلقهم واقطعهم واعملهم شاورما، او ممكن اعملهم برضو اقطعها، اسلقهم واقطعهم واعملهم على ايه بيتزا، تمام. يبقى كده عملت اكله برضو فيها لحوم وموفره ومعايا الاكله بتاعتي. دي تقسيمه الفراخ بتاعتي النهارده. يبقى انا عملت ايه؟ عملت 7 صفائح، 7 اكتاف، 7 دبابيس، و4 صدور. دول هيعملوا لي 3 اكلات تقريبا، تمام. وطبعا لو انتوا افراد اقل من الافراد بتاعتنا هتعملوا طبعا تقسيمة غير دي، وهتوفر معاكم اكتر كمان. هنا انا كنت جايبة ال7 سمكات دول عاملين 150 جنيه، وطبقين اللحمة المفرومة دول كانوا عاملين 120 جنيه. اللهم صل وسلم. لحمة صافي يا جماعة، انا بصوا عايزة اوريها لكم بعيدا عن الاسترتش، لحمة صافي والله، تمام. وجبت قالب السمنة ده كان عامل 125، يعني 125 جنيه، تمام. وبعد كده جبت نص كرتون البيض عاملة 75 جنيه. انا بقول لكم ان ال7 سمكات دول كانوا عاملين 25 150 جنيه. بعد كده جبت طبعا نص كرتونة من البيض، هنفضيها مع بعض دلوقتي. نص كرتونة من البيض دي كانت عاملة 75 جنيه، كانت كرتونة البيض عاملة 150 جنيه. جبت نص كرتونة ب75، تمام. ان هما هيبقوا 15 بيضة، تمام. قلت افضيهم بقى معاكم كده ايه، عشان انا بحطهم، مش بحطهم في في العلبة بتاعة التلاجة، انا بحطهم في علبة كده واقفلها واحطهم في التلاجة عادي. ما بحطهمش في الايه في العلبة بتاعة التلاجة دي، لانها ما بتكفهمش اصلا، فبيبقى فيه فوق كده، فممكن رحمة وهي بتفتح التلاجة او بتقفلها بتقع بتتكسر، فحرام. انا بحطهم في علبة كده عندي، او بص علبة عندي كده، وبفضيهم وبحطهم ايه في العلبة دي، وبغطيهم بالغطا بتاعهم وبشيلهم. هنا بقى جبت كمان خضار معايا، كان يوم النهارده صعب. جبت الطماطم، بصوا الطماطم عامله ازاي يا جماعه، بصوا الطماطم تفاح امريكاني. النهارده الطماطم كانت عامله 6 جنيه ونص، معلش على الدوشه اللي رحمه عاملاها دي. وجبت البطاطس، هي مش كبيره قوي مش صغيره قوي، جايباها 1.25 كيلو ب10 جنيه، تمام. وجبت البصل، طبعا البصل انتوا عارفين اسعاره، البصل ب15 جنيه، تمام. وجبت كمان نص الفلفل عامل 8 جنيه. الفلفل رفع يا جماعة شوية. والخيار برضو كان رافع شوية، انا جبت كان كيلو عامل 18 جنيه، تمام. والبتنجان بقى اللي هو اللي مهاوت شوية، البتنجان جايباه ب5 جنيه، تمام. كيلو كيلو لا سبحان كيلو ونص ب10 جنيه. كنت عايزة اقولها ب5 يعني، وهي ما وافقتش. وكمان كنت ناسية اقول لكم على الليمون جبته كيلو ب20 جنيه، جبت ربع ب5. ده والله كنت مخزنة منه على 3 جنيه ونص والله. هنا بقى جبت الايه البقوليات بتاعتي والحاجات اللي انا هخزن منها زي ما قلت لكم لرمضان، تمام. انا عندي هنا جبت سكر وجبت دقيق وجبت حاجات كتيرة قوي، جبت كمية غير اللي انا بستخدمها خالص، تمام. طب ليه تجيبي كمية اكتر من انت بتستخدميها؟ قلت الشهر ده اي حاجة هتعدي عليا في ايه في رمضان. جبت هنا 4 كيلو من السكر، كيلو كامل اهو. بس هو عايزة اوريك ان هو كيلو كامل مش 900 جرام. الكيلو كان عامل 32 جنيه، جبت 4 كيلو، تمام. طبعا هستخدم 3 وهشيل كيلو، او هشيل 2 كيلو، لان انا عندي 2 كيلو من بتوع التومين، تمام. وجبت برضو 4 كيلو دقيق. طبعا انا مش بستخدمهم كلهم، بس انا جايباهم عشان نعمل معجنات كده مع بعض، او نعمل شوية كسكسي كده، او مخروطة الحاجات اكلت زمان ديت. فقلت اجيب 4 كيلو زي ما احنا شايفين كده. قلت 4 كيلو هاخد برضو 3 واشيل كيلو لرمضان. وهنا جبت
كيلو ونص من الشعرية. انا كنت جايبة 2 كيلو بس استخدمت نص قبل ما اعمل الفيديو ده. تمام. جبت كيلو ونص من الشعرية. تمام. وهنا جبت نص كيلو نصين من الفول المدشوش برضو. كل حاجة يا جماعة هستعمل نص واشيل نص. تمام. لا الا الفول ده مش هستعمل نصه، ده هستعمله كله طبعا. ده كيلو ونص من الفول بتاع التدميس. بحب اعمله طبعا في البيت عشان بيوفر معايا كتير. بعد كده جبت بقى 5 كيلو من المكرونة. 5 كيلو من المكرونة. جبت 2 من اللي هم مشكلين بتاع الكشري، بجيبهم كده على طول مع بعض، اقول له شكلها لي ويربط لي كل كيس كده لوحده. وبعد كده جبت 2 كيلو من القلم، لان احنا بنحب القلم طبعا، قلم باللحمة المفرومة وبشاميل طبعا، المكرونة للقلم. وبعد كده جبت كيلو من الاسباجيتي، المكرونة الاسباجيتي اهي. جبت كيلو من المكرونة الاسباجيتي دي، طبعا بتبقى اغلى شوية من المكرونات التانية دي. تمام. وهنا بقى كنت بوريكم الفاصوليا. انا جبت كيلو فاصوليا، بس قلت لا استنوا بقى اما نبدأ من اول وجديد، من اول بتاعي. جبت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جبت هنا كيلو من السمنة السايبة يا جماعة. قلت برضو هفضي جزء نص منها في العلبة اللي انا بفضيه فيها. تمام. وهشيل نص زي ما هو في الكيس كده، هيبقى في التلاجة من تحت زي ما هو في الكيس، مش هفضيه. هفضي نص بس في العلبة اهي. بصوا العلبة دي عندي على طول بفضي فيها السمنة السايبة. تمام. وجبت طبعا 3 اكياس ملح. 3 اكياس ملح. ايوه. وجبت طبعا القمح بتاع البليلة ده، ما بنستغناش عنه، بجيبه على طول. جبت كيلو ونص، بعمل نص نص برضو. ودي طبعا ازازة خل، بجيب على طول ازازة خل كده تبقى عندي على طول في البيت. وبعدين بقى التسالي بقى بتاعتنا بقى، اللي هي بتبقى السهرة بتاع الخميس مثلا، عشان العيال بيبقوا اجازة، فبحب اعمل لهم حاجة حلوة. جبت كيس دريم ده بتاع الكريم شانتيه، كريمة، جبت ب17 جنيه ونص. وجبت ب10 جنيه كاكاو. وجبت كيسين بودر وكيسين فانيليا يبقوا عندي. تمام. نعمل بقى بيهم كيكة، نعمل بيهم اي حاجة حلوة كده للأولاد. الفشار جايبة نص ربعين يا جماعة. تمام. وجبت نص كيلو من الحمص عشان نعمل بيه حمص الشام. تمام. وعلبة مرقة الدجاج دي كانت عاملة 35 جنيه. وهنا جبت طبعا لزوم الكشري، طبعا جبت ربعين برضو من العدس بجبة وربعين من العدس الأصفر. وقلنا طبعا كل حاجة هنشيل منها رمضان نصها. هنا جبت كيلو من الفاصوليا. كيلو الفاصوليا عامل 72 جنيه يا جماعة، وفي المحلات بتبيعه ب76 جنيه. انا جبت كيلو ب72 جنيه، جبته على 4 اكياس. وجبت باكوين شاي اللي هو 100 جرام، عايزة اوريكم اللي هو 100 جرام. تمام. الباكو من ده 100 جرام، جبت 2 عشان احنا طبعا مدمنين شاي. تمام. الشاي عندنا بيخلص قبل الاكل. تمام. بعد كده جبت كمان قلبي العيش. ايه بقى العيش؟ صوص العيش بقول لكم، دي جبنة قديمة يا جماعة، دي انا بقدرش استغنى عنها خالص. دي واحدة تيجي تقعد جنبنا، بتبيع الحاجات اللي هي الجبنة القديمة، جبنة القريش، بتبيع قشطة، بتبيع بيض بلدي، بتبيع كل حاجة. جبت كمان كيلو من العسل، نصين برضو. ما كنتش واخده معايا البرطمان، كنت على طول باخد البرطمان معايا، بس انا اتفاجئت ان انا قلت له انا عايزه كيلو عسل، فقلت له عبهم لي في كيسين وخلاص. قلت بقى افضيهم عندي في البرطمان، يبقوا عندي العسل بتاع الراجل اللي انا بتعامل معاه، العسل بتاعه حكايه الصراحه. وبعد كده جبت بقى 10 كيلو من الرز. 13 كيلو دول 10، وشلت 3 في الطرفة التانية عشان قلت هشيلهم دول الاحتياطي، احتاجتهم الشهر ده تمام، ما احتاجتهمش الشهر ده هنشيلهم بقى نخفيهم خالص كده عشان شهر رمضان مبقاش عشان تعرفين شهر رمضان بيحب الرز كتير والمحاشي والكلام ده. فقلت لا انا هشيل شوية منهم 3 كيلو لشهر رمضان. تمام. دول 10 اللي انا طلعتهم في الفيديو، وشايلة 3 في الضرفة التانية. كده خلصنا الخزين. وفكرة النهاردة يعني اللي تقدري تستغني عنه من خزين الشهر ده،
شيليه في كرتونة، شيليه في ظرفة بعيد عن ايديكي، بحيث ان انتي ما تيجي في اول شهر رمضان ما يبقاش المبلغ مضلع عليك، لان انتوا عارفين شهر رمضان بيبقى عايز حاجات وافكار اكل كتير وحاجات كتيرة، فما نبقاش مضلعة علينا. مع الخزين انا كده خلصت الخزين، قلت بقى هعمل لهم، كان يوم صعب النهارده ومجهد، رحت السوق ونضفت الفراخ وعملت تقسيمة الفراخ وقطعتها، فقلت لهم لا اكله سريعه النهارده، هنعمل رز وصينيه بطاطس كده، خدت الصفائح بتاعت الفراخ وعملتها اكله النهارده. بصوا عامله ازاي، بصوا حبة لسان عصفور، كان عندي لسان العصفور من الشهر اللي فات، فجيت عامله لهم اكل خفيفه كده. بصوا الرز عامل ازاي، ما شاء الله، بألف هنا وشفا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنسوش التعليقات اللي دايما بتسعدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، خير وصحة وسعادة وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.